جوزي النهارده رجع من الشغل بيقول لي انا هجيب لك لحمه ونشويها بره. قلت له تشويها وتشويها ليه؟ قال لي اصل انا نفسي اكل كده كباب حله. قلت له كباب حله؟ طب هات اللحمه وانا هعمل لك احسن كباب حله. بصوا كده شكلها. في بقى صوص خطير في كباب الحله ده. مش قادره اقول لكم بيبقى تحفه ازاي. وعملت جنبه بقى ايه؟ برام رز كده وشوربه لسان العصفور. شايفين برام الرز اللي هم بارك مفلفل وحلو ازاي؟ بصوا اول حاجه كده معايا بحط اللبن كده بتاعي واحطه في الحله واحط عليه مرقه دجاج، يا اما لو عندك شوربه حطيها، بس انا حطيت مكعب مرقه من اللي انا عاملاها يا جماعه، انا مش بشتريها. وحطيت عليه كده لكل كوباية لبن تحطي معلقتين من القشطة، وتحطي ملح وفلفل ومش اكتر من كده، ما تزوديش اي حاجة. سيب اللبن بتاعك يغلي، وبعد كده تكوني طبعا الرز غسلاه ونقعاه في مية وبعدين مصفيه كويس قوي. انا لقيت فيه برضو بعد ما صفيته لقيت شوية مية فهكبهم. وبعد كده تحطي عليه اللبن اللي انتي غليه، بتزودي على الكمية اللي انتي عاملاها. لو منقوع زودت حوالي نص كوباية كده من كوباية من اللبن، وعليها كده نص كوباية من المية. وسبتهم بقى كده زي ما انتوا شايفين معلقتين كبار من الزبدة. وبعد كده دخلته الفرن على درجة حرارة 200 وخد معايا حوالي ساعة إلا تلت. بعد كده جبت كده حتة زبدة عليها معلقتين من الزيت، وحطيتهم وكنت مقطعة البصل بتاعي فرماه، وممكن تعمليه قطع، ومعاه كمان توم وكتري في البصل علشان تعملي احلى صوص. نزلت كده البصل وعليه التوم وقلبته في الزبدة، وكتري برضو الزبدة او المادة الدهنية اللي انتي بتفضليها. قلبي كل الكلام ده كله في بعضه، وبعد كده تكوني مقطعة اللحمة بتاعتك وتنزليها بعد ما يدوبك البصلة مع الثوم تغير لونها. قلبي بقى كويس قوي كده مع بعضه، ونزلي بقى شوية ملح وشوية فلفل وخلاص على كده. اللحمة بتاعتك هتنزل ميتها، وقلبي وخليها، بس اهم حاجة ان هي تغمقي معاكي اللحمة عشان الصوص بتاعها يطلع غامق. اول ما توصل للمرحلة دي تنزلي على طول فيها كوباية كده من المية المغلية، وتسيبيها بقى كده اول تغلي على نار عالية وبعدين على نار هادية، وتنزليها بقى اول ما تستوي. كده معايا بريم الرز خلص واللحمه خلصت. وبالهنا والشفا، بتمنى النهارده وصفتي تكون عجبتكم. ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.